اهلا باحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده وصفتين اتنين مختلفين من عجينه واحده بدقيق الحبه الكامله. طبعا كله بيدور عليه، بس المره دي هتعملي بطريقه مختلفه خالص. طعمه يجنن، بخطوات هيخليه معاكي منفوخ زي ما انتوا شايفين كده. مفيش ولا واحد فيهم يعني ايه مش طالع زي ما انت عايزه. وكمان هنعمله بطريقتين اتنين، وكمان الطريقة التانية طرية وطعمه يجنن ومع سندوتشات كده. بصراحة هيعجب حتى الولاد، عجبهم جدا جدا، طعمه حلو قوي. يلا بينا نبدأ. يا ريت لو أول مرة تشوفوني ادعموني بلايك واشتركوا في القناة. معانا هنا كوباية مية دافية، هنحط عليها معلقة ونص سكر، وكمان واحد خميرة، ويا ريت ما نزودش خميرة معانا عشان نسبة الردة الزيادة في الدقيق بتزود التخمير. نقلب كويس جدا كده ونسيبه معانا على جنب شوية لحد ما نحس ان الخميرة اتفاعلت مع المية والسكر، يعني ان هي ناجحة ولا لأ، ونرجع لها تاني. رجعنا لها تاني كده. كده يبقى بدأت خلاص تشتغل. نقلبها بس شوية كده ايه، وبعدين هنحط بقى معانا حاجة هتديله طعم حلو قوي، بتخليه طعمه لذيذ جدا. هنحط معانا شوية زيت زيتون، معلقتين اتنين كبار، بيخليه طري وطعمه حلو قوي بصراحة. وبنعلي القيمة بتاعته شوية، والولاد ايه لما بياكلوه بيحبوه جدا. هنزود بقى معانا الدقيق بتاعنا، كيلو دقيق. طبعا ما بتنخلش ولا اي حاجة، بس انتوا حاسين ان هو لونه ابيض بس عشان الاضاءة زايدة شوية فايه. اول ما نزود عليه المية هيبان على الحقيقة. هنحط معانا كمان نص معلقة ملح، وهقول لكم كمان هنزوده ايه عشان يبقى عيش ايه طعمه يجنن. هتعملي عيش بصراحة تحفة. معلقتين سمسم متحمصين كده، ونقلب بقى مع بعض ونعجن بقى فيه كويس جدا. وعايزة اقولك ان هو بيحتاج عجن كتير جدا جدا عشان يطلع معاكي بالنتيجة اللي ترضيكي. هتفضلي تعجني كده لحد ما تزهقي. بياخد حوالي ربع ساعة عجن، فاحنا هنعجن بالراحة كده ونزود مية بالراحة واحدة بواحدة لحد ما خلاص يبقى مش محتاجين مية. وهوريكي دلوقتي يعني ايه نص العجن، لان انا عجنت كتير جدا جدا ورا الكاميرا، بس عايزة اوريكم بس ايه الخطوات بتاعته. بس كده اول ما نلم العجينة بالدقيق خلاص ناخده على الرخام بقى. يعني ايه وتعجني فيه حوالي ربع ساعة. تخيلي ربع ساعة ما تزهقيشي عشان يطلع معاكي منفوخ، يطلع معاكي طري وطعمه حلو. لانك انت لو يعني عجنتي بسرعة بيطلع مفرول ما بيستحملش اصلا، ومش اغلبه بيقب او بيتنفخ. ناخده معانا كده، انت هتحس ان هو سايل شوية بس مع العجن هيشد معانا. لو اول مرة تتابعوني انا سعاد، وده مطبخ وصفة من القلب على قد الايد. يا ريت تحطوا لايك حلو منكم حتى لو هتصلوا على النبي، واشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم. ونعجن بقى كده لحد انا يعني ايه انا يعتبر عجنت كتير جدا، بس كنت موقفه الكاميرا طبعا لانه خد وقت طويل، فما حبيتش ازهقكم معايا. فانا هوريكم بس ايه يعني الخطوات الخفيفه كده. تقعدي تعجني لحد ما تحسي ان هو وانت يعني ايه بتمسكيه بقى في مط خلاص. يعني من كتر العجن بقى بيمط. وفي العادي ما بيمطش عشان الرده، بس انت من كتر العجن هتعملي له عرق شويه ويشد معاكي زي ما انت شايفه كده. بقى طري جدا بقى في مطه كده. يبقى خلاص يعني محتاج بقى نريحه شويه ونرجع له تاني. انت حتى لو حسيت ان انت تعبتي ممكن تعجنيه شويه وتغطيه وتسيبيه، وبعدين ترجعي ايه تعجنيه شويه تانيين. يعني مش ممكن مش ضروري ورا بعض. هنحطه معانا كده في البوله بتاعتنا، نحط عليه شويه زيت زيتون، ونغطيه ببلاستيك راب الاول، وبعدين فوطه علشان يخمر معانا بسرعه. وكمان لما يترفع ما يعكش الفوطه بتاعتنا زيت. بس ونسيبه على جنب نص ساعه بالظبط. رجعنا له بعد نص ساعه. نفس العجينه كده ونقطعه كله كور صغيره. نحط شويه دقيق معانا كده. طبعا الحجم اللي انت عايزاه كبير شوية صغير شوية، يعني زي ما تحبي. هو الكورة اهي اكبر من البيضة بشوية صغيرين. ونغطيه معانا
10 دقايق برضه يرتاح كده عشان نعرف نفرده. تعالوا بقى نعمل اول واحد اللي هو السندوتشات اللي هنحط عليه زيت زيتون وسمسم. ده شوية زيت زيتون خالص صغيرين. هنفرد كده العجينة بتاعتنا، وما نحاولش نرقق قوي، يعني ايه، يبقى سميك شوية نص سنت كده عشان يديكي الطعم ويبقى طري زي ما انت عايزة. بعد ما فردناه كده زي ما انتوا شايفين سميك برضو، ندهنه من جوه كده فرشة كده بزيت زيتون ونقفله نص قفلة زي ما انتوا شايفين. ونجيب الصينية بتاعتنا ندهنها زيت ونحطه فيها ونعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وندهن وشه بقى ايه برضو دهنة زيت زيتون بسيطة كده، ونحط عليه شوية سمسم لو انت عايزة، مش عايزة خلاص ادهني زيت زيتون وبس. نعمل كل الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة عشان ما اطولش عليكم. وتعالوا يلا نعمل اللي بعده. هناخد بقى اول واحدة قطعناها ونبططه برضو، ما تحاوليش تبططي رقيق قوي، خليه يعني ايه نص سنتي، خليه سميك عشان يترفع معاكي، لانك لو رققتيه قوي ما بتنفخش خالص. ونجيب بقى معانا فوطة كده ونبدأ ايه نرص على صينية تحته فوطة زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه عامل ازاي. ونحط بقى فوق بعضه فوق فوط كده تحت فوط زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبه معانا 10 دقايق كمان ونرجع له تاني. نحط التاني في الفرن. وتعالى اوريكم بقى، احنا مش هنعمله بقى على البوتاجاز، هنعمله في فرن البوتاجاز بس بطريقه سهله جدا بجد والله، اسهل من البوتاجاز، ولا تقعدي تعملي بالاسباتولا ولا تضغطي عليه ولا اي حاجه. هتولعي الفرن كويس جدا جدا وتحطي الصاج بتاع الفرن يسخن زي ما انتوا شايفين قوي قوي، وبعدين تحطي عليه. لو انت ما عندكش صاجة الفرن عادي تعمليه على زي ما انتوا شايفين كده على الفرن على طول، بس الفرن يسخن كويس جدا، واول ما بتحطيه تقفلي عليه الفرن دقيقتين 2 بالظبط وبتنفخ زي ما انتوا شايفينه اهو. وبعدين بنشيله من تحت بالسباتولا ونحطه تحت الشوايه، لا بنضغط بالسباتولا ولا بنقف جنبه ولا اي حاجه. وبجد بجد بيتنفخ اهو كله، تحطيه ما تحركهوش من مكانه خالص لحد ما يترفع معاكي تقدري تحركيه، وبعدين تشيليه حطيه فوق. واول ما يطلع معانا من الفرن بنرش رشه ميه او بندهنه بالفرشه بتاعتنا بميه علشان ايه يبقى طري معانا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، جميل جدا مفيش ولا واحدة يعني ما اتنفختش، كله جميل زي ما انتوا شايفينه. طبعا لو عاملين كمية كبيرة يا ريت تعينوه في الفريزر لانه بيفرول. وعملنا بقى العيش ده سندوتشات، انا عايزة اقول لكم ان الولاد حبوا جدا جدا. طبعا اللي بيحبوا سندوتشات ياخدوا ده، واللي بيحبوا يغمسوا ياخدوا ده. انا عايزه اقول لكم ان الطريقه تعجبكم لو مشيتوا على نفس الخطوات، واحسن حاجه ليه ان انت تعجني كتير، يعني عشان يطلع معاكي كويس كويس. اكتر حاجه بتنجحه ان هو يتعجن اكتر حاجه. نعمل بقى في سندوتشات كفته، نعمل في سندوتشات جبنه لو خارجين ولا حاجه للولاد، بصراحه طعمه رهيب 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 مع كوبايه شاي بقى يا سلام. عايزاكم تجربوه قولوا لي ايه رايكم فيه، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. ولو جربتوا الوصفة ابعتوا له صورها واكتبوا لي في النتيجة بتاعتكم عملت ايه. بحب جدا اشوف تطبيقاتكم، وشكرا ليكم وشكرا لكل حد بيدعمني، وربنا يبارك فيكم جميعا. واشوفكم ان شاء الله وصفة جديدة، وصفة سهلة ولذيذة من مطبخ سعاد، وصفة من القلب على قد الايد. السلام عليكم.